أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناة منال للقصص. كنرحب بكم كاملين. قصتنا اليوم قصة شوية فيها بزاف ديال الغموض، وإذا عرفتوا نهاية القصة قبل ما نقولها نعرفكم أنكم ما شاء الله عليكم. يلا نبدأ قصتنا اليوم. كاين واحد السؤال بسيط ولكن مرعب. شحال من مرة نعستي في فندق وحطيتي راسك فوق الوسادة بلا ما تفكر، بلا ما تسول واش هاد البلاصة آمنة؟ حيت الحقيقة هي أن بعض المرات الخطر ما كيكونش في البشر، ما كيكونش في الغرباء، كيكون في شي حاجة ما كتشافش ما كتسمعش ولكن كتدخلك داخل جسمك. نومي كانت واحد البنت، بنت ماشي بنت عادية، كانت من داك النوع اللي كيحس بالمسؤولية حتى إلا ما طلبها حتى واحد. يعني كانت خادومة، كتبغي تخدم الجميع. من صغرها وهي كتخاف على اختها اللي سميتها أودغي. أودغي كانت العكس تماما، كتضحك بسهولة، كتثق في الناس بسرعة، وكتعيش الحياة بحال إلا ما كاين حتى شي خطر. كانت نومي ديما كتغطي عليها بحال الظل ديالها، لكن حتى الظل كيقدر يضيع بعض الأحيان. منين سالاو قرايتهم، يعني هاد جوج الخواتات أودغي ونويمي قرروا يديروا واحد الحاجة كبيرة. قرروا يسافروا من واحد البلاد اللي بعيدة، ماشي غير سفر ولكن هروب من الضغط، من المسؤوليات، من داك الصوت اللي كيقول لك خاصك تكون قوي ديما. اختاروا تايلاند، يعني واحد المدينة اللي رائعة، طبيعة جميلة جدا، على الأقل هكذا كتبان ليهم. منين وصلوا للفندق كان كل شيء عادي جدا. الفندق كان نظيف، مرتب، هادئ هادئ زيادة على اللوازم اللي كاينة، كل شيء محتاجينهم موجود. نعيمي دخلت وقفات، يعني الأخت الكبيرة، شي حاجة ما كانش في بلاصتها، ماشي حاجة كتبان ولكن كتحس. بدات كتقلب، كتشوف واش الفراش نظيف، كتشد في الحيطان، كتقترب من الباب، حتى النفس ديالها تبدل ولكن ما لقات حتى دليل. كتشم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، يعني كيجيها واحد الضيق، ما عرفتش شنو هو السبب ديالو. وهذا والو هو اخطر حاجه. يعني في الاول كانت الامور عادي، لكن كتحس على ان داك الغرفه فيها شي حاجه. يعني كما قلت لكم سابقا، منين وصلوا نعيمي كانت عيانه بزاف، ولكن دارت واحد الفحص دقيق للغرفه. قلبت واش كاين الكاميرات مخبيه، تاكدت من النظافه، شافت الفراش واش فيه الحشرات، يعني كل شي كان باين مزيان. في داك النهار تعرفوا في الشاطئ على جوج ديال الشبان ديال الولاد من البرازيل، واتفقوا يتلقاو في الليل في واحد الفندق تماك اللي مقابل للشاطئ. مشاو للشاطئ ولقاو فعلا هذوك الشبان كيتسناوهم مع الكثير من المشروبات اللي حضروهم معاهم. في البدايه نعيمي شكت، ولكن أودغي كانت كتثق بسهوله، ولكن من بعد شافت على ان الناس كاملين كيشربوه، جربته حتى هي. دازت ليلة زوينة، يعني هناك رقص، سياحة، شربوا المشروبات، ولكن مع الوقت بداو كيحسوا براسهم على أنهم شربوا بزاف، ولاو دايرين بحال شي وحدين ما فاطنينش، بحكم على أن داك المشروب هما الدراري اللي جابوه معاهم. تقريبا من الوحدة ديال الليل نعيمي مشات للفندق مع واحد من هذوك البرازيليين، وأودغي اختها الصغيرة بقات في الشاطئ شوية، ومن بعد مشات. يعني من بعد 3 أيام جاو عاملة النظافة للغرفة، بحكم على أن هذه جوج الخواتات ما خرجوش نهائيا لمدة 3 أيام. والغرفة اتصلت بهم في الهاتف عدة مرات، ولكن الخدمات ديال الفندق اتصلوا، داروا محاولات، وهما ما كيرجعوش، ما كاين حتى شي رد من طرفهم. دخلوا ولقاو جوج خواتات ميتين على فراشهم، وكاين هناك علامات ديال الدم، يعني كاين هناك شي حاجة. البوليس في الأول ظنوا على أن هناك تسمم بالكحول بحكم على أنهم شربوا بزاف، ولكن وجود الدم خلاهم يشكوا في شي حاجة اللي بعيدة على هذا المشروب. تحقوا مع الشبان البرازيليين هذوك اللي تلاقاو بهم، ولقاوهم على أنهم حتى هما مصدومين، وقالوا لهم حتى هما مرضوا بزاف، لكن ما وصلتش للدرجة ديال اللي وصلوا ليها هذوك الجوج ديال الخواتات. عملوا واحد التدخل، حاولوا ياخذوا داك المشروب، لقاو على انه ما كيحتوي حتى شي مواد سامه اللي تؤدي بهم لهذيك النهايه المأساويه. داو ديك الجثتين بعد التشريح في كندا، اكتشفوا على ان السبب الحقيقي هو في الفندق. الفندق كان كيرش
واحد النوع ديال المبيدات، واحد الغاز اللي هو مبيد حشري خطير بزاف. وهاد الغاز كيقتل البق، يعني هذاك الحشرات اللي كيكونوا على السرير واللي كيكونوا في الغرف. وهاد الغاز درجة الخطورة ديالو كيقتل الحشرات بسرعة، ولكن حتى البشر يقدر يأثر عليهم في 24 ساعة. علاش الشبان كانوا في داك الفندق وموقع عليهم والو؟ هادوك الشبان اعترفوا للبوليس على انهم فعلا حسوا براسهم على ان كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، بحال نوع من الاختناق، وخرجوا من ديك الغرفه وشموا الهواء. يعني هذاك الغاز السام ما دخلش للجسم ديالهم كليا. لكن هادوك البنات مدخلوا عيانين من داك السهره نعسوا، وهذا هو السبب الحقيقي. مستنشقوا هذاك الغاز اللي كديروا الفندق باش يقتلوا هذوك الحشرات. هذوك الخواتات شموا هذاك الغاز هو اللي اثر فيهم، وكانوا لو كان خرجوا من ديك الغرفه ما كانوش غيوقع لهم هاد النهايه المأساويه. وفي النهايه ما تحكم حتى واحد في هذه القضيه، وكاينين حالات مشابهه وقعوا لعدد كبير ديال السياح في ذاك البلد. اذا خصنا اذا حسيتوا بشي حاجه ماشي هي هذيك في اي غرفه في ديك البلدان اللي كيكون فيها يعني الرواج، نحاولوا نخرجوا من الغرفه ونشموا الهواء النقي. طبعا الفندق ما كانش عندهم النيه انهم يوصلون هذه الدرجه. كتبوا لي في التعليقات المشكل فينا هو، واشتركوا في القناه. واذا بغيتوا قصص اخرى فقط كتبوا لي في التعليقات واش كتفضلوا القصص الطويله ولا القصيره. وصلنا لنهايه القصه. ما تنسونيش من التعاليق الايجابيه، وكذلك اعطوني الراي ديالكم في هذه القصه. شكون السبب ديال هذه النهايه المأساويه ديال هاد جوج خواتات اللي كان الهدف ديالهم هو الاستمتاع بالعطله اللي بعد الدراسه ديالهم. وكنتمنى ان هذه القصه تكون يعني عبره باش الانسان ياخذ جميع الاحتياطات ديالو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه منال للقصص. اليوم عندنا واحد القصه اللي ماشي غير قصه عاديه، ولكن قصه غتخليك تسول راسك كيفاش ممكن شي بنت صغيره تمشي من دارها وما ترجعش. هذه قصه وقضيه واقعيه، وكيبقى القاتل حر الطريق اكثر من 30 عام بلا ما يتشد. القضيه اليوم هي قضيه ميلاني رود، واحده من اكثر القضايا اللي هزت مدينه باث في بريطانيا. وخليوني نقولها لكم من الاول، هاد القصه فيها بزاف ديال الغموض، ديال الصبر، والعداله خدات واحد الوقت سنين طويله. خليكم معايا للنهايه حيت النهايه صادمه. القصه غتبدا في مدينه باث في انجلترا عام 1984، واحد المدينه اللي معروفه بالهدوء ديالها والسياحه الجميله والاماكن اللي كتجلب الناس ليها. مدينه الناس كانوا فيها معروفين، كيعرفوا بعضياتهم وما كيتوقعوش فيها جرائم بحال هذه. في وسط هذا الهدوء كانت كاين واحد البنت اسمها ميلاني رود، كان في عمرها 14 سنة. بنت ذكية اجتماعية محبوبة بزاف، كانوا كيقولوا عليها كتضحك بزاف، كتخلي الناس مرتاحين معاها، كدير صحابات بكل سهولة، وعندها واحد المستقبل كبير قدامها حيت كتجيب نقط زوينة في القراية ديالها. كانت كتقرا مزيان، كتشارك في النشاطات المدرسية، كتلعب رياضة. يعني يمكننا نقولوا على أنها بنت نشيطة وذكية. معنى آخر كانت عندها حياة عادية جدا وبزاف ديال الأحلام، ولكن الحياة ديالها غادي تقلب في نهار واحد فقط. في نهار 8 يونيو 1984 ميلاني خرجت مع أصحابها بحال أي نهار عادي. دازت نهار ديالها زوين، لعبت التنس، الضحك، الوقت زوين دوزاتو. وفي الليل خرجت مع الأصدقاء ديالها، منهم مايكل ومجموعة ديال الأصدقاء. مشاو لواحد البلاصة حتى وصلوا لذاك البلاصة اللي بقاو كيرقصوا فيها وكيضحكوا كينشطوا كأي أصدقاء مع بعضياتهم حتى الصباح. كلشي كان عادي، كلشي كان كيبان طبيعي، ولكن في داك الليل كاين شي واحد كان كيتسنى اللحظه المناسبه. بعد ما تسنت هذاك المكان اللي كانوا فيه سهرانين، الناس بدات كتفرق. صاحبها عرض عليها يوصلها بالتاكسي، ولكن ميلاني رفضت وقالت غادي نمشي بوحدي، راه الطريق عادي وكنعرفو. وكان هذا الشيء بالنسبه ليها عادي جدا، حيت ديجا كتمشي فيها بزاف ديال المرات، حيت كانت كدير المشي بوحدها.
بزاف. الطريق اللي دار، طريق لدارها كان تقريبا 30 دقيقة، طريق معروفة فيها الضوء، فيها ما فيهاش الخطر كبير. فقط خرجت كتمشي بوحدها بالليل، يعني ما بغاتش الصديق ديالها ياخذ لها تاكسي، يعني خرجت تمشي بوحدها في الليل. وهاد المرة ما كانتش عارفة على أنها غادي تكون آخر مرة ليها. ميلاني خرجت من عند صحابها ومشات بكل هدوء بحال كل مرة، ولكن ما وصلتش لدارها، ما عيطتش، ما رجعتش نهائيا، والصمت كامل وقع على هاد القضية، هاد القصة الواقعية. في داك الوقت والديها في دارهم ما كانوش قلقانين بزاف. في البداية قال ممكن بقات عند شي صاحبة ليها أو نسات الوقت، ولكن مع مرور الساعات القلق بدا كيكبر، القلق بدا كيتزاد، حتى جا الصباح وما كاين حتى شي أثر ديالها. في 5:30 ديال الصباح واحد مول ديال الحليب اللي كيفرقوا الحليب كانوا خدامين في التوزيع قرب الطريق اللي كانت كتمر منها، يعني طريق قرب دارهم. الطفل وقف فجأة، ماشي طفل، هذاك الولد اللي كيشتغل في توزيع الحليب، شاف شي حاجة في الأرض، جثة ديال البنت ميلاني، لكن جاه الخوف. المشهد كان صادم بزاف، هناك أشياء على الأرض، بلا ما نقول لكم شنو هو هذاك الشيء الأحمر، كان واحد العنف ووحشية كان صادم بزاف، كان آثار ديال العنف ووحشية ما كتوصفش، وكانت هناك بقع هذاك اللون الأحمر بلا ما نقولوها. الشرطة تسرعت للمكان وجات وبداو كيجمعوا الأدلة. يتأثر المشهد في المسرح الجريمة، لقاو المفاتيح فيها الاسم ديال ميلاني، أثر البقع الحمراء بزاف، علامات عنف شديدة ديال داك الشخص الثاني، لكن بدون أي أدلة موجهة لأي شخص. وهنا بدات الصدمة الكبيرة. تحليل وراء هذا القاتل، حتى هو تجرح في المكان، يعني القاتل خلى الأثر ديالو، ولكن المشكلة عام 1984 في ذاك الوقت ما كانش متطور، يعني الADN ما كانش كاين، يعني بنك البيانات حتى هو ما كانش كاين، يعني عندهم دليل ولكن ما عندهمش وسيله يتعرفوا شكون هو بالضبط. الطب الشرعي كشف على ان ميلاني تعرضت لاعتداء وتضربت أكثر من 20 مرة. الضربات كانت مركزة بشكل وحشي، وكانت محاولة قتل فيها عنف كبير بزاف. وزيد عليها كان كاين المسار ديال البقع الحمراء كيمشي تقريبا 800 متر، يعني كان هناك أدلة واقعية وملموسة، يعني الجريمة ما كانتش لحظة وحدة، كانت مطاردة، شيء واحد طاردها، وشي واحد كان عنده نية واضحة باش يوصل لهذيك الجريمة الصادمة. الشرطة بدأت أكبر عملية تحقيق في ذاك الوقت، أكثر من 8000 مشتبه فيه، تحليل 2500 خط، بحث 6000 وحدة، ومئات الاستجوابات. المدينة كاملة ولات تحت المجهر، كل رجل تدعو كل رجل مشكوك فيه، ولكن ما كاين حتى نتيجة. بعد سنوات القضية بدأت تبرد، يعني بعد عدة محاولات الشرطة بدأت التحقيقات ديال الوالدين كيفتشوا معاهم في نفس الوقت، ولكن حتى شي حاجة ما كاينة، ما وصلوش حتى أي نتيجة. ولكن القضية والملف ما تزادش. العائلة ديال ميلاني بقات عايشة في الآلام ديال ما عرفاش شكون دار هاد الشيء، كل نهار كيبقى السؤال واحد، شكون قتل بنتنا. لكن في عام 1995 بداو كيستعملوا ADN، يعني كيستعملوا بنك المعلومات، ولكن حتى واحد ما كان مطابق. القضية بقات معلقة، سنين كدوز وما كاين حتى شي جديد، حتى ولات واحد القضية اللي نقولوا عنيها منسية تقريبا. من بعد 30 عام تقريبا الشرطة رجعت فتحت القضية من جديد، هاد المرة بتقنيات حديثة، بتقنيات الADN، يعني تحليل ADN. الفكرة كانت بسيطة ولكن قوية، إلا ما لقاوش القاتل يقدروا يلقاو شي حد من عائلته. بالفعل بداو كيلقاو تطابق جزئي مع امرأة، ومنها وصلوا لأبوها. الاسم هذاك الشخص اسمه كريستوفر، رجل عادي خدام عنده عائلة وعايش حياة عادية طبيعية. الADN يعني استغلوا هاد الطريقة لصالح الملف. الشرطة مشاو عنده وطلبوا تحليل ADN ديالو، وافق بدون مقاومة. ومن بعد التحليل الصدمة كانت كبيرة بزاف.
على أن تطابق كامل مع الADN اللي كان في مسرح الجريمة. بعد 30 عام تم تحديد القاتل. في 2015 تم اعتقاله، و2016 تم تقديمه للمحاكمة. الحكم كان السجن المؤبد على الأقل 22 سنة قبل أي إمكانية الإفراج، ولكن الأهم ما اعترفش، ما شرحش، بقى ساكت نهائيا. العائلة ديال ميلاني عاشوا 32 عام ديال الآلام. الأم والأب ديالها فقدوا صحتهم، حياتهم، وحتى جزء كبير من حياتهم العائلية، وهذا شيء صادم. كانوا كيقولوا كل رجل كنا كنشوفوه كنا كنشكو فيه، حتى من بعد ما عرفوا الحقيقة الآلام ما تسالاش، ولكن على الأقل العدالة تحققت جزئيا. رغم الاعتقال كاين بزاف ديال الاسئله. واش كانت هذه اول جريمه ليه، ولا كاين ضحايا اخرين؟ علاش دار هذا الشيء اصلا؟ علاش بقى ساكت 30 عام؟ ما كاين حتى جواب مؤكد. قصه ميلاني ماشي غير جريمه، هي قصه عائله اللي تدمرت بالاكمل ديالها. عداله تاخر 30 عام. القاتل عاش حياه عاديه وسط المجتمع، وفي الاخير كتخلينا نسولو راسنا، واش فعلا نقدروا نعرفوا الناس من غير الشكل ديالهم، ولا كاينين الناس كيعيشوا بيناتنا وعندهم اسرار مظلمه؟ والغريب في الامر على ان اللي عمل هاد الواقعه ما اعترفش، في وجهه ما كاينش رده فعل، ما كاينش الندم نهائيا. كتبوا لي في التعليقات هاد القصه شكون هو السبب الحقيقي فيها؟ واش جاتكم قصه على ان البنت لازم تكون دائما مصاحبه مع والديها ولا احد من الاقارب ديالها؟ واش وصلنا نهايه القصه؟ كتبوا لي في التعاليق الراي ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق الايجابيه، واشتركوا في القناه وشجعوني على الاستمراريه. وقولوا لي واش كتفضلوا القصص الطويله ولا القصص القصيره، واي نوع من القصص كتفضلوها. طبعا انا غنلبي جميع الطلبات ديالكم، فقط اكتبوا لي في التعليقات. وما تنسوش طبعا قناة منال للقصص. تخيل معايا تتلقى اتصال من زبونة باغية تشري دار ب1,000,000 دولار. كل شي باين فرصة العمر، ولكن في الحقيقة كانت غير فخ محكم باش يجرك للموت. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي منال للقصص، منال ستوريز. اليوم القضيه ديالنا اللي غادي نتكلم فيها هي قضيه اللي بقات غامضه، يعني مجبروش ليها الحل. فعلا هذه القضيه حتى انا خلاتني نفكر فيها بزاف ديال المرات، لانها فعلا معقده، وحتى انتم غادي تجبروها في نفس الشيء. هذه القضيه ديال واحد البنت اللي اسمها اودغي، اللي صفاوها لها في عام 2008 وكان عمرها 24 سنة. هاد القصة هي حقيقية، وقعت في واحد المدينة في كندا، وهاد أودغي تزادت في ديك المدينة في 2 نوفمبر 1983. والديها اسمهم مارك وكاترين. ماماها اسمها كاترين، ومارك الاسم ديال باباها. ماماها ما كانتش خدامة، يعني كانت كتقابلهم، والأب كان خدام في البني، يعني عنده العقار كيبني ديور وبيعهم. عندها اختها الصغيره سميتها ساره، يعني الفرق بيناتهم عام ما كاملش. هاد الخوت كانوا متفاهمين، يعني اودغي وساره كانت بيناتهم واحد العلاقه زوينه. لكن للاسف في سنه 2002 ملي كان عمر البنت اودغي 17 عام والديها طلقوا، يعني ما بقاوش مع بعضياتهم. وانتم كتعرفوا على ان كلمه الطلاق كتكون صعيبه على النفسيه ديال الوليدات وحتى الكبار، ماشي غير الصغار. منين وصل عمر اودغي 19 سنه تعرفت على واحد كان الاسم ديالو البرتو. علاقتها بهذا الشخص كان فيها بزاف ديال المشاكل، وهذا السيد كان كيتحكم فيها، يعني كيسيطر عليها، وهذا الشيء كيخليها ديما تدخل معاه في مشاكل وصراعات. في بعض الوقت كيتفرقوا كيرجعوا، لكن بعد واحد المده قصيره اودغي خدات القرار على انها تنهي علاقتها بهذا السيد بموافقه ديال الام ديالها، حيت نصحاتها على انها ما خصهاش تستمر مع هذا السيد، كله مشاكل وعقد. وفعلا اتخذت القرار باش تنهي هاد العلاقه نهائيا معاه. اودغي قطعت علاقتها بهذا الشخص، لكن بقات متعلقه به. وانتم كتعرفوا النرجسيه كتخليك تبع داك الشخص اللي واخا بعدتي عليه ديما كيحاول يسيطر عليك.
دخلت في اكتئاب، لكن خرجت منه منتصرة، وقررت تدخل تكمل قرايتها في واحد المجال ديال المقاولات والعقار بحال الاب ديالها. المهم دخلت تقرا في واحد المدرسة ديال تخصص العقار. مدة الدراسة ديالها تعرفت على واحد الشخص اللي الاسم ديالو فرانك، حتى هو كان داير نفس التخصص ديال اودغي. الام ديال هاد فرانك، هاد السيد هذا، كانت عندها واحد الشركه اللي هي كبيره ومعروفه في ديك البلاصه المدينه اللي كانوا ساكنين فيها. وفي 2006 من كملوا قرايتهم، فرانك قرر يساعدها ويخدم معاه في الشركه ديال ماماه، بحكم كان ظريف معها وكيساعدها في كل القرارات ديالها. لكن في الحقيقة ألبرتو، يعني الشخص اللي كانت مرتبطة به في الأول، ما بغاش يخليها ترونكيل، كان ديما كيصوني لها في التليفون باش يعرف الأخبار ديالها، لكن هي ما كتجاوبوش نهائيا. اودغي وفرانك دخلوا في واحد العلاقة اللي هي جدية، كانوا كيتفاهموا مع بعضياتهم. وفرانك في ذلك الوقت كان عمره 26 سنة واودغي 24 سنة. خدمت واحد المدة تقريبا ديال 2 في الشركة ديال ماماه، وقررت من بعد تفتح واحد الوكالة ديال العقار. نهار 12 فبراير 2008 اودغي كانت في المكتب ديالها، وجاها واحد الاتصال من عند واحد السيدة، واحد المرأة اللي كتطلب منها انها تلتقي بها. والموضوع ديال داك الاتصال هو على ان هاد السيده كتبحث على واحد الدار كبيره في المدينه ديال اودغي، بحكم هما ساكنين في واحد المدينه اخرى، وراجلها غينتقل يسكن في داك المدينه ديال اودغي. وكانت الزبونه الاوائل ديال الوكاله ديال اودغي. طبعا اودغي رحبت بالمكالمه وطلبت منها شنو هي الدار، المميزات اللي كتبحثهم في دارها الجديده. من بين المميزات على أن خصها تكون دار كبيرة فيها على الأقل 4 غرف. الدار اللي باغية تشريها هاد السيدة ساوية $1,000,000. $1,000,000 يعني مبلغ كبير. لكن كان واحد الشرط اللي هو تعجيزي، على أن أودغي خاصها تلقى الدار في مدة 3 أيام. وهاد الصفقة بالنسبة لأودغي كانت حاجة زوينة وإيجابية في المسيرة المهنية ديالها، بحكم أنها يلا فتحة لاجونس ديالها وما بغاش تضيع هاد الفرصة، وقبلت بسهولة هاد العرض ديال هاد السيدة. يعني أودغي غادي تلقى ليها الدار وتاخد واحد النسبة العمولة اللي هي كبيرة بحكم على أن الدار سوية $1,000,000، يعني مبلغ كبير. في داك النهار اودغي رجعت للدار وبدات كتفكر في هاد الصفقه، وطلبت من المساعده ديالها اللي كتشتغل معها في المكتب باش تقلب على هاد السميه ديال هاد السيده. لكن ما جبرتش نهائيا في الكشوفات ديال العقار، واش شرات الدار، واش بعتها، شمن دار عندها، يعني الاسم مجهول، رغم انها داخليا ما كانتش مرتاحه، ولكن قبلت هاد العرض. من بعد يوم مشات عند الاب ديالها واستشرت معاه على انه هو بحكم عنده واحد التجربه كبيره في هذا المجال، وقال لها الا كنتي خايفه ما تمشيش بوحدك، خدي معك شي حد. طلبت من صديقها فرانك يمشي معاها، وطبعا وافق بسهوله بحكم هو كيعاونها دائما. السيده اللي باغيه الدار عاودت اتصلت باودغي في النهار الثالث باش تشوفها واش لقات ليها الدار بالفعل. اودغي قالت ليها طبعا لقيت لك الدار، وعطات لها موعد في داك النهار، يعني اليوم الثالث في 5:30 ديال العشيه. اودغي مشات لديك البلاصه مع 5:30 بالفعل، وصديقها فرانك تعطل عليها شويه، عيطت لي في التليفون، جاوبها قال لها انا جاي لكن غنتاخر عليك واحد 4 ساعات بحكم الطريق عامره طوموبيلات وما عنده كيفاش يسرع. وصديقها حتى هو جاب واحد الصديق معاه باش يراقبوا الدار ويراقبوا اودغي ويحديوها. اذا وصلت اودغي في 5:30 نيشان قبلت الدار. اودغي مع فرانك مع صديقها قالت له صافي راني انا غندخل وانت غادي تحاول تجي عندي بسرعه، ما تخلينيش بوحدي. وداكشي اللي كاين. فرانك والصديق ديالو وصلوا مع 5:45، لقاهم داخل المنزل. كاين الخيال ديال الناس، يعني الامورات كامله مزيانه، اذا ما كاين علاش الانسان يدخل داخل. هادشي باش فكر فرانك. شنو دار هو وصاحبه؟ بقاو في الطوموبيل كيراقبوا الوضع غير من بعيد. 5:55 دقيقة صديقها فرانك حاول يتصل بها بزاف ديال المرات. اول حاجه رسل ليها واحد الرساله واش هي مزيانه، ما كتجاوبوش. شويه هو يتصل بها بزاف ديال المرات ما كتجاوبوش. هو يمشي للباب ديال الدار بدا كيصوني. فجاه
السراجم البيبان كلشي تسدوا، لا الباب الاماميه الكبيره ولا الباب الخلفيه. يعني حاول بزاف ديال المرات. وهذا فرانك كان معاه صديق ديالو، جابوا معاه باش يساعدوا وكاو في حاله ما كان شي تهديد بالنسبه لأودغي. في واحد الوقيته ما بين 6 و5 دقائق فرانك عيط للبوليس. جاو وهرسوا الباب ولقاو على ان أودغي طايحه في الارض كلها دمايات وفيها بزاف ديال الطعنات. والبوليس جابوا الكلاب، حيت في اول بحث خداو فرانك وصاحبه بطبيعه الحال باش يحققوا معاهم، حيت هما الاولى اللي شافوا أودغي طايحه في الارض. لكن ما كانش شي اثار ديالهم في المكان الجريمه. وكذلك استدعوا صديقها القديم اللي اسمه ألبرتو باش يحققوا معاه نفس الشيء، ما جبروش حتى شي دليل عليه. الناس شافوا أودغي داخله للدار مع ديك السيده وراجلها مع 5:30، وقالوا باللي باينه من طريقتها انها اول مره كتلاقى بهم. الراجل كان طويل وشعره اشقر، بينما السيده اللي معاه كانت حتى هي طويله وشعرها قصير. البوليس اكتشفوا على ان أودغي ما كان الهدف. البوليس اكتشفوا على ان الهدف ماشي يسرقوا أودغي فقط باش يصفيوها لها، يعني حتى شي حاجه ما خداوها، لا الهاتف ديالها لا ساعاتها لا ذهبها. يعني الجريمه كانت فقط تصفيه حسابات. اول حاجه دارها البوليس هو خدا التليفون ديال السيده اللي كانت كتصل بأودغي، يعني خدا نمرتها من التليفون ديال أودغي اللي عيطت عليها. لقاو باللي التليفون تشرى في 2007 بواحد السميه اللي هي وهميه، وهذا التليفون عاد بدا كيخدموا به، يعني كان طافي فقط يومين قبل الجريمه عاد شعلوه، يعني طفاوه من بعد ما صفاوها لأودغي. الهدف كان فقط يستعملوه باش ينهيو حياتها. فاش البوليس قلبوا الحسابات ديال أودغي كذلك في المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقاو شي حد مسح ليها جميع الميساجات في الفترة ما بين آخر شهر 2 وشهر 7 من سنة 2008، يعني يوم بعد الجريمة السيد مسح كل شيء. وهذا كيجعل البوليس يشك على أن أودغي مستحيل ما تستعملش الفيسبوك باش تصيفط الميساجات للأصدقاء ديالها، بحكم هي عندها علاقات قوية مع الصديقات والأصدقاء ديالها. كما قلت في البداية على أن أودغي اجتماعية وعندها بزاف ديال الأصدقاء. والبوليس طرح 2 فرضيات: واش هي اللي مسحت جميع الميساجات ديالها الرسائل؟ واش شي حد دخل الحساب ديالها باش يمسح جميع الرسائل وباش يمحي اي اثر اللي يقدر يورطو؟ هاد النقطة بقات اللغز الكبير الى يومنا هذا. البوليس وصلوا النتائج ان ما يمكنش حتى شي دليل. البوليس وصلوا النتائج على ان ما كاينش حتى شي دليل كيورط الصديق ديالها فرانك وصاحبه وحتى الصديق ديال أودغي القديم ألبرتو. البوليس قالوا باللي هاد الجريمة بدافع حقد شخصي، يعني غيرة وحسد وانتقام تجاه أودغي، بحكم طعنوها بزاف ديال الطعنات، يعني شي حد حاقد عليها بالمزيان. لو كان قتل مأجورين كانت الطريقة تكون مختلفة وسريعة. على أن هاد الأشخاص اللي صفوها لأودغي خططوا مزيان في كل التفاصيل. المنزل خصو يكون كبير وعنده 2 بيبان، الباب الأمامي والخلفي، ويكون بعيد شوية على المدينة، يعني كان مخطط بدقة من قبل. الأب ديالها الشكوك كانت متجهة تجاه صديقها فرانك، رغم ان البوليس برؤوا من جميع التهم، حيت فعلا ما كاين حتى شي دليل اللي يقدر يدينه. أودغي كان الاحساس ديالها في الاول على انها كانت خايفه، يعني كاين شي حاجه. في الحقيقه دارت المحاوله باش تحمي راسها، لكن القدر كان اقوى. كنتمنى عائلتها يلقاو الاجابه في يوم من الايام. فعلا هاد الجريمه محيره تخليك تشك في كل شيء، لكن المشكلة هو أن الدليل ما كاينش. البوليس داروا عدة محاولات وتحقيقات، يعني بزاف ديال الناس حقوا معاهم وما كاين حتى شي دليل. شنو بان لكم في هذه القصة؟ هذا الدقة في التخطيط، يعني التليفون الاسم وهمي، كتقول باللي عصابة هي اللي صفوها ليها، ولا شي حد اللي قريب هو اللي دار هاد الفعلة؟ وصلت لنهاية القصة. رأيكم كيهمني في التعاليق.
كتبوا لي شكون يقدر يصفاها الأودغي، واش إنسان قريب منها ولا شي حد بعيد منها غيرة، واش الغيرة القريبة ولا غيرة في العمل. وهذا الشيء كامل هذا فقط للتوعية. ومؤخرا كنشوفوا بزاف ديال الحوادث اللي كتوقع من الثقة، يعني كما قلت في الفيديوهات السابقة، وكنشجعكم على انكم تشوفوها، فعلا غادي تستفدوا منها، حيت القصص اللي كندير على القناة ديالي هي قصص للعبرة. مثلا في هذه القصة، واش التأكد من هوية الزبون قبل ما تمشي تشوف معاه الدار ضرورية؟ واش خصها تبعد من الطلبات اللي كتكون مستعجلة اللي الزبون كيطلب فيها واحد المدة قصيرة باش تلقى ليه الدار؟ واش خصها لازم ترافق معها شي حد ما تمشيش بوحدها؟ واش تسمع الإحساس ديالها هي، حيت هي في الأول كانت حاسة واحد الإحساس ماشي زوين على أن شي حاجة ماشي مفهومة في هاد الشراء ديال الدار ديال $1,000,000. قولوا لي في التعاليق شنو هو الرأي ديالكم، حيت الرأي ديالكم كيهمني بزاف، وهاد القصة خلاتني نفكر فيها بزاف ديال المرات. وكنطلب منكم انكم تشتركوا في القناة ديالي وتشجعوني على الاستمرارية، وتكتبوا لي في التعليق من بلاد، من اي بلد كتابعوا هاد القناة ديالي اللي فعلا هي قناة ديالكم. واذا بغيتوا شي قصص من اختياركم فقط كتبوها لي في التعليق، وانا غادي نحاول نشرح لها لكم، خصوصا اللي كتكون قصص حقيقية ومعروفة. واش كتفضلوا القصص الطويلة ولا القصص الصغيرة؟ يعني رأيكم من الدرجة الأولى كيهمني بزاف، وشكرا لكم كاملين.